بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة الكرام، حقيقة آليت على نفسي في كل عام في مثل هذه الذكرى الأليمة، ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أن أكتب كلمة علها تفي ولو بنسبة قطرة إلى بحر هذا الرجل العملاق، هذا الرمز العملاق علي بن أبي طالب الذي لا يدانيه شخص بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. تمر علينا ذكرى أليمة، ألا وهي ذكرى شهادة أمير المؤمنين أخي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسيد الوصيين يعسوب الدين سيد البلغاء والمتكلمين أبا الحسن والحسين علي بن أبي طالب عليه السلام. إن من يدرس هذه الشخصية بتمعن ودقة ومن كل جوانبها، وإذا كان منصفا حقيقة سيخرج بنتيجة واحدة، ألا وهي أن هذه الشخصية لا تدانيها شخصية أخرى بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله. علي عليه السلام من يستطيع أن يصور سيماءه؟ روح عجيبة بأبعاد مختلفة، إنه رجل بطل في ميادين مختلفة ومتناقضة من الحياة البشرية، بطل في السيف، بطل في اللسان، بطل في الحكمة والوفاء والفداء والإيمان وحب الحقيقة والإيثار والقدرة والتقوى والبساطة والعدالة. ففي الشجاعة هو الأشجع، وفي الكرم هو الأكرم، وفي البلاغة هو الأبلغ، وفي المروءة هو الأكثر، وفي العدل هو الأعدل، وفي السماحة هو الأسمح، وفي الإنسانية هو الإنسان حقا. علي شخصية لكل الإنسانية وليس حكرا على طائفة أو جهة، إنه لا يختزل. يقول عليه السلام: نحن النمرقة الوسطى، بها يلحق التالي وإليها يرجع الغالي، أي نحن الوسادة التي يتكئ عليها الآخرون، كما يقول: إنا صنائع ربنا، وكيف لا وهو يستقي من بئر النبوة ويفرغ من دلوها. هو نفس النبي وهو من رسول الله كالصنو من الصنو والذراع من العضد. إن كلام علي عليه السلام عليه مسحة من العلم الإلهي، وفيه عبقة من الكلام النبوي. هو البحر الذي لا يساجل، والجم الذي لا يجافل. كان يأكل من الطعام ما جشب، ويلبس من اللباس ما خشب، وهو أمير المؤمنين وهو خليفة المسلمين. وعندما يسأل عن ذلك يقول، يجيب السائل: ويحك، نحن أو أنا لست كأنت، لقد فرض الله على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس كي لا يتبيغ بالفقير فقرا. وعندما سمع بأن أحد عماله على البصرة دعي إلى وليمة، قال له: يا ابن حنيف، ما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمرين ومن طعمه بقرصين، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، فأعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. كما قال عليه السلام بهذا الخصوص: هيهات أن يغلبني هواي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو في اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشرب. وهو في الكوفة، ولعل هناك من لا عهد له بالشبع في اليمامة في البحرين. فما أحرانا حقيقة أن نهتم بجيراننا وبالفقراء هذه الأيام وما أكثرهم. ومن كتاب له على عامله محمد بن أبي بكر: فاخفض لهم جناحك وألن لهم جانبك وآسي بينهم في اللحظة والنظر. يوصيه بأن يساوي بينهم حتى في النظرة،
حتى لا يطمع العظماء في حيفك ولا ييأس الضعفاء من عدلك. كما جاء في كتاب له إلى بعض عماله: من الفاسدين وما أكثر الفساد، بلغني أنك جردت الأرض فأخذت ما تحت قدميك وأكلت ما تحت يديك، فارفع علي حسابك واعلم أن حساب الله أعظم من حساب الناس. وقيل له عليه السلام: بأي شيء غلبت الأقران؟ فقال عليه السلام: ما لقيت رجلا إلا أعانني على نفسه، أي تمكن هيبته في القلوب. كما قال عليه السلام: ما دكتكت حصن يهود ولا قلعت باب خيبر بملكي، أي بقوة إلهية. علي عليه السلام الذي يوصي بقاتله خيرا، يوصي بأشقى الأشقياء خيرا، يقول لابنه الحسن: أرفق بأسيرك وأطعمه ولا تمثل به، فإن أنا حييت فأنا ولي دمي، وإن أنا مت فضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله يقول: لا تجوز المثلة ولو بالكلب العقور. علي الذي قال لا، أكبر لا في تاريخ الإسلام، قال لا للخلافة على طريقة ابن عوف وزمرته. أبا الحسن كم جاروا عليك وكم ظلموك، وكم صبرت صبر الكرام لا ضعفا، وأنت القائل: لو اجتمعت علي قريش ما وليت منها، وهم يعرفون وقع سيفك بهم، ولكن لحكمة أنت تعرفها. علي الذي قال: اعرف الحق تعرف أهله، كما قال في الحكم: آلة الرياسة سعة الصدر، احصد الشر من صدر غيرك تقلعه من صدرك. علي عليه السلام الذي قال: ما كذبت ولا كذبت ولا ضللت ولا ضل بي. يا أبا الحسن، كم كان إعلام بني أمية ضالا ومضللا بحقك، كم كان مزيفا للحقيقة، الحقيقة التي وصلت بهم عندما ضربت في مسجدك يقولون: وهل أن عليا يصلي كما قالوا عن الحسين عليه السلام وأصحابه إنهم خوارج. هكذا كان إعلام بني أمية، ولكن بقيت أنت الشمس والقمر، بقيت أنت الدر والذهب المصفى، وأعداؤك إلى مزبلة التاريخ. فسلام عليك يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.